الله الرحمن الرحيم. محمد عبد العزيز معلم الخط العربي. هنتعلم مع بعض انواع الخط العربي بشكل شرح، مش هنكمل دقيقتين او 3 دقايق مع بعض. وانواع الخط العربي، انواع الخط العربي. هو كذا نوع من الخط العربي، وهم 6 انواع. اول خط اللي احنا هنتعلمه النسخ، الرقعة، 3 الفصوص، 4 خط الديواني، 5 الفارسي، 6 خط الحكم. طيب احنا هنتعلم مع بعض خط النسخ. خط النسخ، الفرق بين خط النسخ وخط الرقعة. احنا دايما بنتعلم خط النسخ وخط الرقعة، لان خط النسخ يدل على البطء، وخط الرقعة يدل على السرعة. زي مثلا في حروف بتبقى اول الكلمة وحرف نص الكلمة وحرف اخر الكلمة وحرف اللي هو الفرق. زي مثلا الباء ده اول الكلمة، ده أول الكلمة. حرف وسط الكلمة، آخر الكلمة. والحرف اللي هو منفرد. كده ده أول كلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة. دي مفردة واحدة. طيب في حروف راجعة ومرسلة، وحرف عادي زي حرف الياء اللي هو ياء راجعة، زي إلى مثلا، إلى حرف النسخ. ده كده حرف الياء اللي هو رياح ولسه كده، رياح راجعة. وياء مرسلة، كده مرسلة. وإلى الياء اللي هي ياء عميقة. خلاص. بالنسبه للياء الراجعه والياء المرسله ده هنبقى نتعلمه بعدين في المرسله. ان شاء الله هنتعلم خط الرقعه. خط الرقعه، الفرق بين خط الرقعه وخط الناس. زي مثلا كلمه بطه، ده اول الكلمه اللي هي دي. طيب عايزين كلمة حرف دي، البطة. اللي هي دي وسط الكلمة، أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة. مثلا لاب، دي آخر الكلمة اللي هي الباء. الباء اللي هي المنفردة برضه دي عادي. هنا نكتب أول الكلمة، أول ووسط وآخر الكلمة. بإذن الله بعد كده هنتعلم حروف، باقي الحروف، الجيم والحاء والخاء. وفي حروف بتبقى إخوات، مثلا زي مثلا الحاء مثلا كم أخ؟ 3 إخوات، جيم، حاء،
دول احنا مسميهم اخوات. زي مثلا نتعلم بعد كده في الفاء النقطه دي ونمسح الدايره ونحط نقطه هنا بيبقى حرف الباء. بعد كده ان شاء الله نتعلم جميع الحروف بنفس الشكل. وانا معاكم محمد مخلص، والسلام عليكم ورحمه الله.